احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وساعة تملي كده يا رب. نتيجة بطعم الخسارة. 0-0 دي بطعم الخسارة. نادي الاهلي لما تعادل 0-0 قلنا طعم المكسب. ليه؟ ان تعادل بره ارضه، الماتش الجاي ليه جوه ارضه، يقدر يعمل شيء، يقدر يكسب. نادي الزمالك لا، اتعادل جوه ارضه، رايح على ارضهم بنسبة 99%. انت خسران الماتش 99%. زمالك انت خسران الماتش. هتقول لي احنا كان عندنا غيابات، احنا عندنا غياب زيزو وفتوح وعمر جابر، غيابات مؤثرة بشكل مرعب، مؤثرة بشكل مش عارف اوصفه لك. بأمانة ربنا أكتر يعني ثلاثة أثروا في غيابهم قوي. هتقول لي طب ماشي، ممكن تقول لي لا ما انتوا عندكم بدايل، كان عندكم مصطفى شلبي وشيكابالا. الاتنين ما جابوش ربع مستوى، حتة قد كده من المستوى، ما جابوش قد كده من المستوى. شيكا وشنبي كانوا النهارده مش موجودين في الماتش، ما نزلوش أرض الملعب. ابراهيم رضاي عمل نواحي هجوميه، نواحي دفاعيه مش موجود، مش حتته، مش لعبته. الناحيه التانيه العكس، نواحي دفاعيه الزناري عمل نواحي هجوميه مش حتته، مش بتاعته. نادي الزمالك ما عندهوش جبهات، جبهات ميته. متيابه ممكن يطلع عليه ضغط كتير وكل حاجه، بس متيابه بيلعب برضه مش في حتته. يا جدعان يا جدعان، انا شايف في القهوه، انا عمال اتفرج على الناس عماله تنكت اللعيبه كتير. متيابه مش متيابه الناحيه التانيه، ناحيه زيزو، جبهه زيزو، مش حتته ان هو يلعب في خط الوسط. يا جدعان مش حتته والله. فمتيابه دخل في حته مش حتته، فما قدرش يأدي. الوحيد اللي كنت شايفه صح بيلعب هو سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري هو اللي ادى اداء. لكن جوميز انت بدات التشكيله غلط، او مش هقول لك انت بدات بالصح يا عم، انت بدات بالصح يا عم. لكن تبديلاتك انا كنت شايف في وقت متاخر، يعني انا شايف من اول الشوط الثاني على طول قبل ما اللعيبه تسنتر، انت كنت تنزل كل من محمد شحاته ومهاب ياسر وسيف، قصدي وعبد الله سيد نمار، مكان مين؟ مكان الزناري ومكان متيابه ومكان شيكابالا. او كنت ممكن تنزل مكان، يعني ممكن تلعب بالثلاثه ورا اللي هو كل من حسام مجيد والزناري ومسلوس، وكنت تطلع شيكابالا ونيمار، قصدي شيكابالا ومصطفى شلبي ومتيابه، هتلعب بمحمد شحاته ومهاب ياسر ونيمار. نيمار كنت هتلعب بجبهه، باك باك فاهمني، ويطلع والكلام دوت، ومحمد شحاته في خط الوسط مكان متيابه زي ما انت كنت تلعب متيابه في خط الوسط، ومهاب ياسر قدام، وكذلك الامر كنت هتلعب بشكل احسن بكتير. لكن انت تبديلاتك كان مهاب ياسر نزل في الدقيقه 80 تقريبا، نزله في اخر الدقايق، فما قدرتش تعمل حاجه. تاني حاجه حط نقطه، مفيش حظ، مفيش توفيق، توفيق من عند ربنا النهارده مش موجود بمعنى الكلمه. بس نقدر ان شاء الله يعني نحاول ان احنا نلعب حتى على خط جون واحد في المباراه القادمه اللي على ارضهم ان شاء الله يوم الاحد القادم، واتمنى ان احنا نصعد للدور النهائي ان شاء الله. وبس، سلام.